بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ينتظر المغاربة بكل لهفة وفرح اليوم الذي ستفتتح فيه القنصلية الأمريكية بالداخلة لتسكت أعداء الوطن وتسكت أفواه السياسيين الجزائريين ومن ورائهم شرذمة البوليزاريو. بل يتطلع المغاربة لسماع بكائهم وعويلهم على حلمهم الجميل الذي يتبخر أمامهم، أمام قوة المغرب وأمام حكمة صاحب الجلالة حفظه الله وسياسته الخارجية التي ما فتئت تكسب كل يوم حلفاء جدد وتسلب المرتزقة حلفاءها وتفرغ خزائن الجزائر المسكينة التي انتهى حلمها هنا بمنفذ على المحيط الأطلسي أو قاعدة عسكرية في القويرة كما كان يخطط العسكر الجزائري المسكين. فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي اليوم مايك بومبيو في تغريدة له عن سعادته بالإعلان عن بداية عملية تشييد القنصلية الأمريكية في الصحراء المغربية، وأضاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة. فهنيئا لكل المغاربة من طنجة إلى القويرة بهذا الانتصار التاريخي، في انتظار المزيد من الانتصارات والإنجازات إن شاء الله.